التجهيزات للولادة، احنا المفروض من اول ما الست تدخل الشهر التاسع بتتجهز ان احنا بنعمل ازالة للشعر من السرة للركبة، ايا كان بقى هتولدي طبيعي او هتولدي قيصري. لو احنا هنولد طبيعي بنستنى الألم، دي حاجة بتاعت ربنا. منين ما يجي الوجع او اي علامة من علامات الولادة بتتصلي بدكتورك وبنبتدي نمنع الاكل. حسب انت لو لسه في اول الولادة، في بعض الحالات بنسيبك تشربي عادي، لكن في حالات تانية لو الولادة الدكتور متوقع ان هي الولادة تبقى سريعة فخلاص بنضطر ان احنا نوقف اكل وشرب. بالنسبة للولادة القيصرية احنا بنصوم، لو هتاخدي بنج نصفي طبعا وده اغلب الحالات بنصوم 6 ساعات اكل 4 ساعات شرب قبل العملية. الحاجة التانية بس النصيحة اللي بقولها ان احنا عندنا المصريين في عادة كده مش لطيفة شوية، في ناس بتخاف تنظف السرة بتاعتها. يا جماعة ده مصدر للعدوى كبير جدا جدا، فاحنا لازم واحنا ده روتين المفروض في الشاور العادي ان احنا بننظف السرة كويس. كمان قبل العملية لازم بننظف السرة كويس، لان ده بيفرق في قد ايه ان العملية تبقى كويسة يعني ومفيش تلوث.